يلا بينا بقى، أسس شركتك في دولة الإمارات ب 7000 درهم بس، وخد معاهم واحد فول وواحد طعمية. وأول ما تروح للي هيأسس لك الشركة 7000 درهم بس، هيديك معاهم كمان عصير عشان تبلع، بلاش بيبسي عشان المقاطعة. اللي قالك أسس شركتك ب 7000 درهم في دولة الإمارات ما قالكش إقامة المستثمر بتتكلف كام، ما قالكش لو في شريك الشريك بيتضاف بكام وإقامته هتتكلف كام، ما قالكش بعد أول سنة إيه اللي هيتم معاك، بطاقه المنشاه والتجديد والايجاري والكلام ده كله. ما جابلكش سيره الكلام ده خالص. كل اللي هو طلع قاله لك، قال لك اسس شركتك ب 7000 درهم. تاسس شركتك ازاي ب 7000 درهم وبعد كده تقوم لابس في الحيط؟ بعمل الفيديو ده ليه؟ عشان ما حدش ياخد الكلام على نفسه. واحد بيكلمني عايز يفتح شركة يعمل رخصة إدارة مشاريع، اديته كل التفاصيل وبعد أول سنة إيه اللي هيتم، وبعد ما تفتح المنشأة. على فكرة ال 7000 وال 6000 ونص والكلام ده بتبقى تكلفة الرخصة فقط. بعدها بقى ما تعمل إقامة المستثمر وتعمل بطاقة المنشأة، في إجراءات تانية كمان في العمل والعمال، فتح المنشأة وتحديث المنشأة وتوقيع إلكتروني وإضافة رقم شخصي، وقصة وليلة كبيرة أنت في غنى عنها. فالناس اللي بتطلع تعمل ترويج لشركات، أو الناس اللي بتطلع تعمل ترويج لأيا كان المنتج، لا تكون فاهم في الموضوع وتدي للناس الحاجه كامله، لا ما تتكلمش. لانك انت بتطلع تتكلم وبيجوا يسالونا احنا بنقول لهم الصح، بيقول لك لا مفيش الكلام ده، ما الناس بتعملها ب 7000. طب ما تعملها عنده ب 7000، ما عملتهاش عندهم ليه؟ قال لي اصلهم ما بيردوش. طب هم ما بيردوش، جاي تتعبني انا؟ فرجاء اما تطلع تعمل حاجه او تقول حاجه، يا تقول الصح للبشريه، لا تسكت. لو انت ما معكش فلوس ومش مؤهل لتاسيس الشركه، ما تاسسش يا ابني شركه، عشان هتلبس في الحيط، والله العظيم هتلبس في الحيط. اي تفاصيل، اي حاجه محتاجينها، كلمني هبعت لك رقم الناس المختصه. اسال هنا واسال هنا واسال هنا، عشان ما نلبس في الحيط. المشكله ان الناس دي ثقه، والناس يعني بتمشي وراها وبترجع في الاخر تلبس في الحيط. السلام عليكم.